السلام عليكم، ازيكم يا احلى ناس في الدنيا؟ كل عام وانتم بخير، رمضان مبارك عليكم. وحشتوني حبة قد كده من امبارح. إيه، ما نزلت لكمش حاجة امبارح كده. انا اكيد وحشتكم زي ما انتوا وحشتوني، مش كده؟ جيت جبت كده حاجة عشان نغير الرخامة بتاعتنا يا جماعة، اتغيرت كده وبقت خطيرة. لازم كده تنزلوا كلكم في الكومنتات وتقولوا لي انها تحفة تحفة، ويا رب كده تعجبكم زي ما هي عجباني قوي. مسكت كده، طبعا انا معرفتش خالص اصور لكم وانا ب... بلزق الستيكر كده، او الرول على الرخامة، لانه بحتاج انه حد يساعدني لانها صعبة قوي. وانت كمان لو عاوزة تغيريها لازم تجيبي حد معاكي يساعدك فيها، لان انت وحدك مش هتعرفي خالص وهتبهدلك. فهي صعبة قوي، لازم يكون في حد معاكي. فمعرفتش اصور لكم كده اني وانا بركبها على الرخامة ذات نفسها، فقلت اركبها لكم ايه، هصور لكم كده وانا بركب الرخامة اللي هي على الحيطة كده، اللي هي الواقفة دي الصغيرة، عشان دي سهلة الى حد ما عن اللي تحت. فمسكت كده، قست الاول، مسكت من الرول، قست الاول على الحتة اللي هي الواقفة دي، وبعد كده علمت بقلم رصاص وجيت قصة بالشكل ده. وهنبتدي بقى ايه، نفتح كده بالراحة ونلزق. بجد يا جماعة، اتغير خالص المطبخ وبقى خطير قوي قوي. وبصي بيديك كده حاجة جميلة قوي، وبيغير من نفسيتك، وحاجة حلوة. فصدقوني لازم، اللي مغيرش او ما عملش زي كده لازم يعمل. انا جربته وعجبني قوي قوي يعني، والشكل كده رهيب. بصوا كده، احنا قسنا طبعا زي ما انتوا شفتوا. وبدأت ايه اشيل كده الورقة اللي هي بتبقى على الستيكر على اللزق، وبالراحة والزق. يعني بلزقها من تحت الاول. خدي بالك ان انا بلزقها من تحت الاول علشان من تحت اهم حاجة بالشكل ده. واشد كده الورقة اللي هي السادة البيضة دي والزق. هي طبعا الى حد ما دي اسهل بكتير قوي، فانا بعملها مع نفسي لوحدي براحتي يعني، سهله. انما اللي هي اللي هي اللي على الرخامه دي صعبه قوي، لازم يكون في حد معاكي عشان يساعدك، عشان لو كنتي لوحدك هيكرمش منك كده وهيتبهدل خالص. فلازم يكون في حد معاكي بيساعدك. فزي ما انتوا شايفين كده بشبكها كده او بلزقها في الرخامه بالراحه قوي. بصوا، اول بقى ما اتاكد ان هي شبكت كده، هضغط بقى ايه على الحته اللي هي اللي فوق دي. بصي الحته اللي هي الفوق اللي بتبقى واقفه اشبكها برضو على على حرف الرخامه بالشكل ده. هنعمل كمان حته مع بعض. بمسك زي ما انتوا شايفين كده واقيس، بخلي حته زواده علشان يكون على الحرف بتاع الرخامه، واقيس كده بقلم الرصاص. لازم تقيسي علشان تقصي بالظبط، يعني ما تبقاش ولا كبيره ولا صغيره. بصي بالشكل ده. هي سهلة زي ما قلت لكم الحتة دي، ولكن الرخامة ذات نفسها الأرضية بتاعتها يعني لازم يكون في حد معاكي، ضروري قوي. انا جبت حد يعني فما عرفتش اصور، فصعب يعني لازم يكون في حد معاكي. بس جميلة جدا جدا يعني. وفي ناس بتقولك بخي مية وبتاع ومش عارفة ايه، انا ما جربتش صراحة، خفت على اللزق يعني او الستيكر انه ما يلزقش. في ناس بتقول بخي ميه عليه، لكن انا ما بخدش بصراحه، مش هكدب عليكم، انا ما قدرتش اجازف لاني انا لسه اول مره اجيبه. فقلت لا هجربه كده لوحده. اهم حاجه الرخامه بتاعتك تكون نظيفه قوي. انا طبعا شلت كل حاجه من على الرخامه وغسلتها كويس قوي بالسلك كده والبريل عشان اضمن ان هي نضفت. وبعد ما غسلتها طبعا شلت برضو من على الحروف كده، عشان بيكون مثلا فيه ترابة او حاجة. فلو فيه ترابة الستيكر بتاعك مش هيلزق خالص، ما دام فيه تراب مش هيلزق. فانت اضمني قوي ان انت منضفاه ومنشفاه كويس قوي. فانا غسلته ونشفته كده بالفوطة، وسبته كده بتاع ربع ساعة كده ولا حاجة، عشان اضمن انه نشف خالص خالص، ما يبقاش فيه ولا نقطة مية ولا فيه تراباية حتى. وبدأت أشتغل فيه فبقى يلزق معايا بكل سهولة. ولكن عايز برضو مساعدة من حد، منصحكيش ان انت تبقي وحدك وتعمليه لوحدك يعني.
ولكن انصحك قوي ان انت تجربي وتجيبي وتجازفي كده وتجيبي زيي وتلزقي حاجة كده، الستيكر او الرول على الرخامة، بجد بيديكي شكل جميل قوي على الرخامة، تحسي انه مش مطبخك خالص، وكده نفسك مفتوحة تغسلي المواعين وتطبخي بقى وتعملي كل حاجة. وبصوا بقى العظمة دي بعد ما خلصنا. انا هسيبكم كده مش هتكلم خالص علشان تشوفوا الجمال والعظمة دي كلها. جبت حاجات كده حطيت على الرخامة عشان تديني شكل. وبصوا بقى العظمة دي، ما شاء الله، تحفة تحفة يا جماعة، خطير قوي. عايزاكم كده كلكم في الكومنتات تقولي لي ما شاء الله حلوة قوي وتحبوه كده زي ما أنا حابة. بصوا، جميل جدا. يا ريت بقى عشان خاطر العظمة دي كلها تعملوا لي لايك واشتراك في القناة لو ما اشتركتوش، وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا. جميل. الرول الاسود ده فيه منه ابيض، بس انا ما حبيتش الابيض لان الرخامة بتاعتي كانت بيضة، فقلت تغيير يعني مش هيبقى فيه فرق، فقلت هعملها اجيبه اسود عشان يكون فيه فرق. بصوا الجمال، الرخامة كده جميلة جدا. كمان هجرب معاكم المساحة الصغيرة بتاع الرخامة يا جماعة، انصحكم ان انتوا تجيبوها للرخامة. بصوا بتحط المية كده وتشديها، انا قلت اجرب لكم عشان تشوفوا، قلت اجرب معاكم كده. بصوا كبت مية وامسح بيها كده، ما تخليليش ولا نقطة مية. طبعا واحنا بنغسل المواعين بنطرطش كده شوية مية على الرخامة وحاجات، فبالفوطة مش هتمسح كويس، لكن بالمساحة بتاعة الرخامة دي، انا والله مش عارفة اسمها بس انا بقول عليها مساحة رخامة. فبصي، بصي جبتها لك من قريب كده عشان تشوفي انها مش بتخلي ولا نقطة مية. وبجد الستيكر كده او الرول اللي حاطينه على الرخامة خطير قوي، وبيتمسح كده من عليه المية ويرجع يلمع كده، وخطير خطير يعني، جميل جدا. شايفين؟ والله يا جماعة انا مش مصدقة، معقول المطبخ ده بتاعي؟ على فكرة انا كل شوية كده ادخل المطبخ، هو المطبخ ده بتاعي؟ هو المطبخ ده بتاعي ولا ايه؟ جميل جدا. كنت عايزة اقول لكم على لما تلزقي كده الستيكر بيكون مثلا ايه، فيه هوا تحت الستيكر كده بين الستيكر والرخامة، حاجات بسيطة كده قوي عشان ما يكرمش كده معاكي، وتطلعي الهوا بكل سهولة. بتمسكي دبوس كده وتعملي كده خرم صغير، وتيجي دايسة عليه بالمساحة او بفوطة مبلولة، هيطلع الهوا بكل سهولة وهيلزق معاكي على الرخامة كويس. وبس كده. يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، ما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك في القناة لو ما اشتركتوش، وهستنى بقى الكومنتات بتاعتكم ورأيكم بقى في العظمة دي. وهنا اقول لكم سلام.